النهارده ان شاء الله يا سنه رابعه هناخد اول درس في النحو معانا. هناخد مراجعه سريعه كده بسرعه على حاجه اسمها النهارده المبتدا والايه والخبر. انا عندي بيقول لي حدد ركن كل جمله اسميه. احنا عندنا خلينا نبدا نقول ان محمد مجتهد. محمد ايه؟ مجتهد. هقول له محمد دي يا مس اسم ولا فعل؟ يقول لا اسم. حلو، يبقى طالما اسمه جاي في اول الجمله يبقى اسمه مبتدا. ومجتهد يا مس دي بعدها بيجي ايه؟ بعد المبتدا بيجي الايه؟ الخبر. بس لازم الخبر ده يكون جاي مفيد. لما اقول محمد مجتهد انا كده استفدت، يبقى دي ايه؟ خبر. لكن لو اقول محمد الولد كده استفدتي؟ لا، يبقى دي مش خبر. دي مش ايه؟ مش خبر. طب قول لي بقى بس، يبقى الجمله الاسميه عندي يبقى دي كده جمله ايه؟ اسميه بتتكون من مبتدا ومن ايه؟ خبر. تعالى معايا كده نحدد الركن بتاع الجمله الاسميه بتاعي. انا عندي العصفوران مغردان. العصفوران هو المبتدا ومغردان هو الايه؟ الخبر. علشان انا استفدت، عشان انا ايه؟ استفدت. الباقي هعمل لك كمان واحده والباقي انت هتعمله. ولو في حاجه قدامك اعملها لي في التعليقات وانا هكمل لك او هحلها لك. العاملات مخلصات. هقول له العاملات دي مس جايه في اول الكلمه وجايه اسم، يبقى اول حاجه مبتدا اللي هي كلمه العاملات، ومخلصات هي الايه؟ هي الخبر. هي الايه؟ الخبر. الباقي انت اللي تحله. لو وقفت مع حاجه اكتبها لي في التعليقات. طيب نخش على السؤال. بيقول لي اكمل بمبتدا مناسب. حط لي مبتدا مناسب. حط لي مبتدا ايه؟ مناسب. مرتفع. مين اللي ممكن يكون مرتفع؟ بس هو بيقول لي مرتفع مش مرتفع. ركز في التذكير والتانيث. مين اللي ممكن يكون مرتفع؟ مثلا اقول مثلا هنا ينفع الهرم. الهرم مرتفع. الهرم. ممكن اقول ايه تاني يا مس؟ المبنى، المنزل، صح كده؟ كل ده ينفع اقول عليه ايه؟ مرتفع. فممكن اقول المنزل مرتفع. خلاص. طب مس اذكياء. مين اللي ممكن يكونوا اذكياء؟ الأولاد. جميل. اقول الاولاد اذكياء او الطلاب او التلاميذ. تمام يا مس. نخش على السؤال اللي بعده. انت طبعا هتحل ده. اكمل بخبر، يعني كمل الكلمه الثانيه. هو جايب لك المبتدا وانت هتكمل الخبر. بيقول لي الاقلام مالها؟ جميل، برافو عليك. الاقلام جميله. الكاتبان دي مثنى، يبقى لازم بعدها يجي مثنى برضو. ماشي، دي جمع يبقى مفيدان. طيب مس الباقي برضو انت هتحل. اختر الاجابه الصحيحه من بين قوسين. الصحراء كبيره. الصحراء واسعتان ولا واسعان ولا واسعه ولا واسع؟ يا مس خلي بالك، المبتدا لو مفرد يبقى الخبر لازم يجي مفرد. المبتدا لو مثنى يبقى الخبر لازم يجي مثنى. ده ماشي يا مس. فاقول له الصحراء دي مفرد، هتاخد ايه؟ اقول الصحراء واسعه. نقط ممتعه. مين اللي ممكن تكون ممتعه؟ اللعبتان ولا الالعاب ولا اللعبتين ولا اللاعب؟ اقول له مس اقول له الالعاب ممتعه. خلاص. والباقي انت اللي ايه؟ هتحله. هنقلب على الصفحه الثانيه. يلا بينا. تعالى يا مس نكمل ونقول حدد ركني الجمله الاسميه. موضح نوعها. هنقول الركن الجمله مس هو الركن بتاع الجمله الاسميه اللي هو ايه؟ اللي هو مبتدا وايه؟ مبتدا وخبر. ده الركن. طب مس بيقول لي حدد نوعهما. مس نوعهما ماشي، يعني نوع مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ وعلامه رفعهما مس هو المبتدا بيرفع بالايه؟ خلاص. طيب تعالى بقى نشوف كده معايا. اقول النفق مظلم. النفق مظلم. فين المبتدا؟ النفق. المبتدا كلمه النفق. تفيد الخبر مسلم. كلمه مظلم. طب نوعهم ايه؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ هقول له يا مس نفق واحد ومظلم واحد، يبقى نوعه مفرد. طب علامة الرفع ايه يا مس علامة رفع هنا مرفوع وعلامة رفع الضمة علشان هو مفرد. فخدنا في الترم الأول الضمة والحاجات دي كلها. خلاص. الشاطئان واسعان. هقول له الشاطئان هو المبتدا. الشاطئان والخبر بتاعه طبعا. وخلي بالكم بنسأل عن الخبر بكلمة ماله. بكلمة ايه؟ بكلمة ايه؟ لما اقول الولد مجتهد. لما اقول الولد ده مبتدا صح كده؟ الولد ماله؟ مجتهد. مجتهد دي تبقى ايه؟ تبقى خبر. طب لما اقول الولد المهذب. الولد مبتدا، المهذب ده خبر. مس ولا ينفع اقول الولد ماله؟ المهذب. ايوه ماله الولد المهذب؟ ماله الولد المهذب؟ محبوب. يبقى محبوب دي ايه؟ خبر. كده انا استفدت. كده ايه؟ انا استفدت. طيب نرجع تاني لمرجوعنا. الشاطئان واسعان. الشاطئان مبتدا وواسعان ايه؟ خبر. نوع المبتدا هنا ايه او الخبر هنا ايه؟ نوع مس واسعان ده مفرد
اقول له لا ده اخره الف ونون وهنا اخره الف ونون، طالما اخرهم اخره الف ونون يبقى مثنى، يبقى ايه يا مس؟ مثنى. فاقول له هنا الشاطئان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ليه الالف؟ ليه؟ اقول له الالف لانه مثنى، لانه ايه؟ مثنى. وهكذا بقيه الاسئله، واللي مش عارف حاجه يكتبها في التعليقات وانا ارد عليه. حدد علامة رفع ما تحته خط. علامة الرفع احنا عندنا لسه علامة الرفع ممكن تكون الضمة لو كان مفرد، ده احنا خدناه قبل كده، وممكن تكون الألف لو كانت مثنى، وممكن تكون الواو لو كان جمع مذكر سالم، وممكن تكون الضمة لو جمع مؤنث سالم، وممكن تكون ضمة لو جمع تكسير. خلاص يا مس، تعالى نشوف الحاجات دي كلها. بيقول لي القصتان ممتعتان. هقول له القصتان دي مبتدا صح كده؟ مس طب علامة رفعه ايه؟ دي الكلمة دي نوعها ايه؟ لازم انت تحدد الأول نوعك ايه؟ هتقول لي نوع مثنى، والمثنى بيرفع بالألف، بيرفع بالإيه؟ يبقى علامة رفعه الايه؟ هقول له علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ماشي يا مس؟ المتسابقات فائزات. مس علامة رفعه ايه؟ الضمة. ليه الضمة؟ لأن المتسابقات جمع مؤنث سالم، بقول له الضمة لأن جمع مؤنث ايه؟ سالم. طب مس متسابقات فائزات، كلمة فائزات دي عارفها ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها جمع مؤنث سالم. مس عارفة جمع مؤنث سالم ازاي؟ إن آخره ألف وايه؟ وتاء، والمثنى آخره ألف وايه؟ ونون. وهكذا بقية الايه؟ الأسئلة. تعالوا نخش على اللي بعدها. صوب ما تحته خط. المصارعان أقوياء. مس بيقول لي صوب ما تحته خط. المصارعان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه إيه؟ مثنى. طب بيقول لي أقوياء. مس أقوياء خبر مرفوع وعلامة رفعه مس. هو أقوياء هنا يا مس المصارعان أقوياء؟ أو مس هو المصارعان دي مش مثنى؟ لو المبتدأ مثنى يبقى الخبر لازم يجي ايه؟ مثنى. هو جايب الخبر هنا ايه؟ جمع. ينفع؟ لا اقول له يبقى لازم تجيب لي طالما دي مثنى تبقى دي ايه؟ مثنى. يبقى اقول قويان، كلمة قوي واحط فيها الف وايه؟ ونون. الكتب نافعون. الكتب نافعون. مس مش الكتب دي جمع، مش دي جمع. الكتب دي مس مش عندي الكتب دي جمع صح كده؟ طب نافعون دي يا مس جمع؟ لا هي جمع بس جمع مذكر سالم. جمع مذكر ايه؟ سالم. فما ينفعش لو المبتدا جمع تكسير يبقى ده جمع مذكر سالم، لو ده جمع تكسير يبقى ده لازم جمع ايه؟ تكسير. لو ده مفرد يبقى ده ايه؟ مفرد. لو ده مثنى يبقى ده ايه؟ مثنى. طب انت جايب لي جمع تكسير وبعدها جمع مذكر سالم، ينفع؟ لا طالما مبتدا جمع تكسير يبقى الخبر لازم يكون جمع ايه؟ تكسير. يبقى الكتب هنا يمس بقى لحظه واحده كده. الكتب هقول هتيجي يمس ازاي؟ انفاق. فطالما دي جمع تكسير يبقى اللي بعدها لازم الصفة تيجي مفرد، تيجي ايه؟ يبقى اقول الكتب نافعة. لو دي مبتدا يبقى دي هتيجي مفرد، لو مبتدا يبقى دي خبر، واللي مس دي جمع تكسير يبقى دي هتيجي ايه؟ الصفة بتاعتها مفرد. فاقول الكتب نافعة. انت جبتيها مفرد ليه يا مس؟ ما انتيش قايله جمع وجمع. اقول لك بس احنا ما ينفعش اقول الكتب، مش هتيجي معاك اصلا، يعني ما هتجيش معاكي خالص غير ايه؟ مفرد. الفلاحتان نشيطات. مش الفلاحتان دي مثنى يبقى لازم تيجي ايه؟ مثنى. يبقى الفلاحتان نشيطتان. لو المبتدا مثنى يبقى الخبر لازم يكون مثنى. فطالما دي اخرها الف ونون يبقى دي برضو اخرها الف وايه؟ ونون. طالما دي اخرها الف ونون يبقى دي اخرها الف وايه؟ ونون. ودايما نون مثنى ايه؟ مكسور. خلاص. تعالي بقى بيقول لي عبر عن كل كلمه من الجمل الاتيه. طبعا انا هسيب لك الاسئله دي انت اللي هتحلها، يعني الباقي دي كله انت هتحله. تمام. عبر عن كل صوره مما يلي بجمله اسميه مراعيا علامه الرفع. علامه الايه؟ الصوره الاولانيه في نخل صح؟ أيوة. في ارض خضراء، في اشجار وزهور. انا عايزه اكتب مبتدا وخبر بس يكون علامه الرفع بتاعه الضمه او الالف والنون او الياء والواو والنون او الكلام ده كله او الضمه. او ممكن اقول لنا ايه؟ النخلات. النخلات. هو لو النخلة
جميلة. النخلة رائعة. جميل، برافو عليك، جميلة. النخلة جميلة، وخلي بالك ما ينفعش احط هنا تنوين بالتنوين مع الف واللام. النخلة جميلة. او اقول مثلا الزرع جميل. جميل او رائع. خلاص، وهكذا كل الاسئله هتحلها انت في التعليقات، وانا هقول لك برضو على الحل بتاعها. كده يبقى خلصنا التمرينات على الدرس بتاعنا. ان شاء الله هتلاقوا شرح الدرس ده موجود في صندوق الوصف فوق، او هتلاقوه في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.